الحمد لله أن تحسنت الحالة الصحية لنجمنا الكبير أحمد رفعت، وإن شاء الله ربنا يتمم شفاء. الأنباء اللي بتخرج من المستشفى وعلى لسان المسؤولين والأطباء إن التقدم وإن كان بطيئا إلا إنه الحمد لله يبشر بالكل خير. الحمد لله إن بقى عندنا في مصر بطولة كبيرة تابعة للاتحاد الدولي ستفتتح على استاد مدينة مصر الأولمبية، واعتقد ان دي بداية مهمة جدا جدا لمشروعات واستضافة بطولات تعيد الى مصر مكانتها وهيبتها وسمعتها كرائدة في المنطقة، بعد ما كان البعض بيتصور انه هذا البساط ممكن ان ينسحب من تحت اقدام المحروسة. كرة القدم صناعة، وكرة القدم ممكن تكون مصدر دخل كبير جدا جدا للبلد، واعتقد ان هذه البطولة اللي بنشوف فيها النهارده منتخبات مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا ممكن السنة الجاية نشوف فيها البرازيل والارجنتين والمانيا، والامور يعني تعود بشكل ايجابي جدا لان مصر هي مصر. الحمد لله ان قصة حسام وصلاح اللي تحولت لموال بدأت تهدأ. انا شايف انها بتهدى مؤقت، لكن ممكن جدا جدا ترجع والموال يتغنى مره واثنين وثلاثه، ويجي وقت يبقى فولكلور الناس تغنيه وتهرتل فيه، لانه طالما ما تحطش نقط على الحروف في العلاقه يبقى المساله لسه ما تزال محل شك. وكما اتمنى يعني ان زي ما صلاح ما بيتكلمش اخواننا يعني في اتحاد الكوره والاجهزه الفنيه تهدى شويه تبطل كلام، لان الكلام عمره ما كان يعني بيحل مشاكل. يعني السكوت دايما او غالبا بيبقى افضل. الحمد لله ان كابتن حسين الشحات خرج سليم من المنتخب. جات له غزه، وكمان غزه تم الكشف الطبي ثبت انه ما عندوش حاجه، اجهاد، لكن طبعا طالما شويه اجهاد خفيف مفيش مشكله ان هو يرجع النادي الاهلي وينضم ويعود للتدريب ويشارك مع النادي الاهلي يوم 29 في مباراه تنزانيا. محدش حس بحاجه والامور تمام، رغم انه لو دخلنا بقى في الكلام الجدلي والهرتله التقليديه والازمات الخزعبليه هنقول طب ما صلاح كان حالته منيله ب 60 نيله، والراجل كان قعد شهر ويتعالج في اعظم دول العالم ورجع. مش هنخش في الموضوع، لكن الحمد لله ان الكابتن حسين الشحات سليم وراح للنادي الاهلي. الحمد لله ان احنا بقى عندنا رياضه. عندنا النهارده مصر بتكتسح كل الالعاب الافريقيه في غانا، حاليا بتجري هذه الدوره. ناس كتير جدا جدا ما سمعش عنها حاجه، ناس ما تعرفش ان الفرق المصريه باعداد ضخمه جدا جدا بتحقق نتائج مبهره في دوره الالعاب الافريقيه ومتقدمه على كل الدول القاره، جنوب افريقيا ونيجيريا وشمال افريقيا وكل حاجه. حد بيتكلم في الموضوع؟ لا، ما بنتكلمش. ليه؟ لان احنا اتعودنا اديني في الهايف وانا احبك، هسمعك لما تديني في الهايف، لكن لما اكلمك في جد مش هتاكل معاك. ودي حاجه من الحاجات الغريبه جدا، حاجات بتحصل ايجابيه جدا في الشارع. لكن انا عايز اقف عند عوده زعبولة القله. زعبولة القله رجع تاني او عايز يرجع تاني، يحط مناخيره ويحط ايديه ويحط رجليه، وان امكن يجيب عليها وطيها يبقى يعني تمام التمام، تبقى نجحت المهمه. ويعني بارك الله فيما رزق ان الدنيا خربت. وعلى فكره زعبولة موجود في كل مكان. زعبولة موجود في كل وزاره، في كل هيئه، في كل مؤسسه، في كل جريده، في كل ملعب، في كل نادي. زعبولة منتشر، لكن زعبولتنا مختلفه. زعبولتنا ملهاش مثيل في عالم الزعابيل، ولا مؤاخذه.